السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم مزيانين وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله معايا. الفيديو ديال اليوم ولا الاقتراح ديال اليوم واحد الاقتراح اللي سهل وكاع المغاربه تيعجبهم وكاع كل شيء تيديروا، ولكن انا عندي فيه واحد الاضافه. المهم اليوم غادي نشارك معكم طواجن ديال الكفته. الطواجن ديال الكفته عندي معاه ذكريات صغيره، كان تيديروا لنا بابا بهذه الطريقه، تيجي رائع 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 بزاف. الله يرحمه في هذا النهار تيجي غزال. المهم قلت علاش لا ما نشاركوش معكم، لانه ديجا ما عنديش في القناه، وقلت نشاركو معكم. لما تفكرتوا قلت نصوروا نديرو، قلت علاش لا ما نصوروا معكم. دائما كنقول لكم كنصور معكم وصفات سهله واقتصاديه اللي في متناول الجميع واللي كندير في الدار ديالي. المهم في طواجن ولا مقيله ولا المهم طواجن ولا مقيله كنديروا فيه هذا المطيشه اللي كنقرضوها، تنديروا معها واحد الكاس ديال لاصوص طوماط اللي متوفره عندكم، وتنديروا الزيت. المهم كلشي كديريه في دقه واحده، طيب كلشي في دقه واحده، والثومه مقرضه، وغادي نضيف الربيع حتى هو. وبالنسبه للقوام كندير الفلفله حمراء والكمون والملحه، واحد رويس معلقه ديال هذا السكر باش كنهرس ديك الحموضيه ديال المطيشه. من طبيعه الحال الخرقوم اللي كيعطينا اللون، والبصار. هذا هو القوام اللي كندير. نخلط كلشي وغادي نسد عليهم ونخلي ديك المطيشه حتى تهبط ليا. غادي ندوز نوجد الكفته. المهم الكفته هي اللي فيها، هي اللي كما تنقول هي فيها المعنى هي اللي هي اللي فيها الطريقه اللي كيدير لها الوالد. المهم هنا عندي الكفته، عندي جا نص كيلو ديال الكفته، تنضيف عليها واحد الكاس ديال الرز، كتجي زوينه بالرز. المهم الرز عندي مسلوق ولا تيكون عندك الرز، ضيفي داك الكويس تاع الرز في الكفته. عندي بصله مشلضه حتى هي مزيان، وعندي شويه ديال الفرماج محكوك. المهم انا كثرت واحد شويه لانه كيعطي واحد التعليكه زوينه. وبالنسبه للقوام كندير واحد الرويس معلقه ديال القوام ديال الكفته اللي كيعطي واحد لوغو زوين. بطبيعه الحال الكمون والفلفله حمراء، شويه ديال البزار والربيع والملح حتى هي. صافي هادشي اللي غادي ندير. غنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان، وزويته اللي كنجمع بها داكشي باش يتجمع ليا تجمع ليا الكفته مزيان. غادي نعجنها مزيان بحال هكا حتى يدخلوا العناصر في بعضياتهم. وغادي نمشي نرجع للمقله ديالي ولا الطاجين اللي كنلقى فيه ديجا داك المطيشه صافي راه طابت. هنا من بعد ما المطيشه تعلكات ليا تجي بحال التكتوكه، غادي ندوز ندير كويرات بحال هكا كبار. المهم بابا كان تيديرهم كبارين، انا تندير كويرات بحال هكذا. تقدروا ديروهم كبار تيجيو زوين، تعطي واحد المنظر زوين فاش يكونوا كبار. المهم هنا درت دوك الكويرات الكفته، غادي نضيف عليهم شويه ديال الربيع ونغطيهم ونخليهم حتى يطيبوا. الطاجين ما كيشد حتى حاجه في الوقت، دغيا توجديه عندك نص ساعه بطيابو بكلشي ديالو وجد. صافي كما قلت لكم ضفت عليه الربيع بحال هكا، نغطيه ونخليه تطيب ديك الكفيته دغيا كطيب. راه الكفته ما كتشدش الوقت، واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه هو وجد. غادي ندوز للطاجين بعد ما طاب ليا، غادي ندوز نطرطق عليه جوج تاع البيضات. كنت بغيت ندير بيضه واحده، قلت نزيدهم جوج بيضات. ما تكثروش البيض لانه باش تبقى ديك لاصوص داكشي تيجي. المهم درت جوج بيضات بحال هكذا، غادي نوزعهم بحال هكا واحد شويه. انا باش ندير فيه كلشي كله البيض، غادي نوزعهم بحال هكذا وغادي نخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم. غادي نضيف عليهم كاضافه، تقدروا تضيفوا اللي بغيتوا من طبيعه الحال. انا كاضافه ولا كتزين غنضيف عليهم زويتينات خضرين، ونضيف عليهم شويه ديال الربيع. نتوما تقدروا ديروا الفلفله مزودات الفلفله تيعطيو طعم واحد لوغو زوين. انا ما قدرتش نديرهم لحقاش ما كناكلش الفلفله حاره، وليدي حتى هما ما تياكلوهاش، داكشي علاش. المهم انا كما شفتوا ضفت الزيتون، غادي نغطي عليهم حتى يطيب داك البيض، وغادي نرجع نضيف عليهم شويه ديال الفرماج غابي، وغادي نغطيه واحد شويه بما يذوب داك الفرماج. صافي وهاد الطواجن ديالنا وجد. وإلا اختي وصلتي معايا الفيديو حتى لهنا، ما تنسينيش بواحد اللايك واحد التعليق، وديري وفعلي داك جرس الاشتراك، خلي تعليق اللي تيحفزني نجي نشارك معكم وصفات اخرى ان شاء الله. داكشي اللي تنحط تندير لوليداتي كنشاركو معكم كاقتراحات اولا كافكار كنفكركم بها. هكا الطواجن ديالنا وجد، تيجي غزال بزاف. ما شهيتكمش والله، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نهز معكم واحد الكفيته ونقسمها باش تشوفوا كي تيجي، وتشوفوا التعليقه تاع الكفته كي تجي. المهم تجي بنينه بزاف واحد الدرجه ما كتصور. ما لقيت ما نهزها الطبسه اللي مشقوق من هنا والله ما شفتو المهم انتم شفتوا كتجي كفيته غزاله بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات، بارطاجيو القناه ديالتي مع الاصدقاء والحباب ديالكم. اكيد غادي نشارك معكم باقي وصفات اخرى ان شاء الله اللي غادي تكون سهله وفي متناول الجميع. خليتكم في امان الله حتى الفيديو اخر. السلام عليكم، كنحبكم في الله.